مساء الخير عليكم يا جماعة، او صباح الخير بتوقيت اللي انتوا بتتفرجوا على الفيديو فيه. هقول لكم طريقة الطعمية المصرية، ولا تقولي بقى طعمية نجفة ولا طعمية ابو الليل. انا هقول لكم دلوقتي. بصوا يا جماعة، انا على السحور بعزم العيلة، تمام؟ بيجوا يتسحروا عندي، فيقوم بقى ايه، اجيب ب20 جنيه طعمية مش نافع، اجيب ب50 ايه مش نافع. قلت بس مفيش غير الطريقة اللي هعملها في البيت، هعملها في مطبخي يشهد عليا. ماشي. قمت بقى جاية، قمت بقى ايه على حيلي كده، قعدت افكر. يا بنتي عظيمه هتعملي الطعميه ازاي، يا بنتي عظيمه هتعملي الطعميه ازاي. جيت ايه، قلت بس لقيتها تاهت ولقيناها. قعدت بقى اجيب كلمه من الشرق على كلمه من الغرب، وايه اتصلت بحماتي، قلت لها يا حماتي انا عايزه اعمل طعميه في البيت. يا حماتي انتوا كل يوم تيجي تفطروا معايا وتغرموني 100 جنيه طعميه من عند عمو بتاع المهم ايه، نسيبنا من عمو دلوقتي. فجيت بقى ايه، قعدت اقول لا، هما هيجوا يفطروا معايا وانا لازم الاول، عشان الطعميه بتحتاج فول، قابل الفول قبلها بيومين. عملت شويه فول بقى، ماشي، وشويه البصل كده. المشكله ان الطعميه بتحتاج كرات كتير قوي، ماشي، فانا مش هحط عليها كرات عشان العيال مش بيحبوه، حماتي مش بتحبه. فانا لو عملت لحماتي كده حماتي هتزعل، وما ينفعش ان هي تزعل. زي ما انتوا فاهمين يعني، احنا مش هنتكلم عليها عشان هي هتشوف الفيديو. حبيبتي يا حماتي، حبيبتي. قمنا بقى ايه، جايبين شويه الفول بعد ما نقعناهم يومين كده ولا حاجه، ماشي، وجبنا شويه البقدونس ده، ماشي، وجبنا فلفلتين وبصلتين وعيش مبلول. العيش المبلول ده بيخلي الطعميه ليها قيمه، كل ما تبلي العيش اكتر كل ما الطعميه تعمل هشه معاكي اكتر، ماشي. وقمنا بقى ايه، قمنا على حالنا بقى، بس كلكم والحلكم تاني. المهم ايه بقى يا جماعه، جبنا العيش المبلول والعيش مبلول والميه في الكوز. المهم جبت الخلاطه. جبت الخلاطه وحطيت فيها ايه، العيش المبلول. اهم حاجه العيش المبلول عشان ما حدش يقول حاجه. وجيت بقى ايه يا جماعه، هحط بقى كل الكلام اللي في الطاسه في البوله ده قصدي، في الخلاط هضربه بقى عشان ايه يطلع لي في الاخر عجينه ايه، طعميه. تمام، هزرنا وضحكنا نخش بقى في الجد. هناخدهم على الخلاط كده على الهادي يا زبادي، ماشي. ون هنقول لكم بقى طريقه ضرب الخلاط، ازاي تضربي في الخلاط. تحطي كده، تركبي الخلاط كويس عشان ما تتكهربيش، اوعي تتكهربي، جوزك يشمت فيكي وحماتك. تروحي بقى ايه جايه ايه ماسكه الخلاط كده اهو، وتشك تشق وتفضلي بقى تيكي فيه. المهم ايه، مش عارفه الخلاط اللي مش عايز يشتغل، بس احنا هنشغله دلوقتي. اضربيه كده عشان هو بيبقى خشن، اكيد مش هتحطي عليه ميه، فهو يعني ممكن يكسر سكينه الخلاط. ده الخلاطات بقت غاليه، اقل خلاط دلوقتي ب2000 جنيه. المهم ايه بقى، ندخل في الموضوع. ضربته، بصوا كل ما يتضرب من تحت هيبقى من فوق هيبدا ينزل على تحت، فهينعم معاكي. بصي تقلبي كده، خلي بالك سكينه الخلاط تتكسر، حماتك تشمت فيكي. ده خلاط فرح يا جماعه اصلا. المهم ايه بقى، هبدا اضرب فيه، ماشي. هضربه، ماشي. اضربه جامد كده. العيال عاملين دوشه عندي، عاملين دوشه، مش عارفه اقعد منهم. يا ماما عملنا طعميه، يا ماما ده انا هصور لكم اطفال العيله وهي بتاكل الطعميه كده. بعد ما ضربته كده خلاص. انا عايزه الضرب غيرك. ضربته وطحنته. فضيه بقى في البولة الموف اللي انا اشتريتها 15 جنيه بس، اشتريتها ب15 جنيه. المهم ايه بقى، طعمية نجفة دي بتبقى حلوة جدا. نجفة دي اصلا مطعم مشهور جدا. ماشي، فبقت احلى من طعمية نجفة والله. مالهم هم امال نجفه والكلام اللي انت بتقوليه، هم عايزين طعميه. والله ما عايزه الضرب المهم ان غيرك. حماتي جاية، فخلاص بقى احنا لازم نقرر نعمل ايه، والله نخلص الطعمية. حماتك. المهم هنقطع الخيار ونعمل الجرجير عشان يبلعوا بيه السلطة. يبلعوا بيه الطعمية. الصيام مقصر معلش. يخرب عقلك. زي ما انتوا شايفين كده بقى، اجي على الرخامة اكسر فيها عادي، انت اقطع اصلا قطع قطع. الناس هتسمعك هتقولك ايه اللي انت بتقوليه. ايه اللي انا بقوله؟ ايه اللي انت بتقوليه، انت بتقولي اي هري وخلاص.
ده انا بشرح لكم شرح توجيهي. شرح توجيهي؟ ده انت هتغرقيهم. بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده انا ضربت الطعميه. هنا بقى الفول. ماشي، هنشوف بقى الفول ده هنعمل فيه ايه دلوقتي. بصوا بقى يا جماعه، خدوا الصدمه. هنعمل في البدع. بصوا بقى، باخدها بالمعلقه كده حبه 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 كده. عشان ايه بقى؟ عشان ايه؟ هو فول ولا ما طعمية؟ عشان ما تفرولش في الحله. بصوا يا جماعه، بحط عليها بيكنج باودر عشان هي بتبوظ. لو ما حطيتش عليها بيكنج باودر بتبوظ. كيسين كيس نص كيس البيكنج باودر ماشي على الكميه اللي انا عاملاها حتى يا دي. بت، حبه ده كده. انت هتوديهم في داهية، اوعوا تسمعوا كلامها. فاقوم بقى حاطه ايه كده. ده حتة ذرة كده على سن المعلقة. بصوا شكلها بقى مغري قوي بجد. جوعتني، ابغى اكلها الحين. احنا كلناها اصلا. يا جماعه الفيديو ده متاخر فعلا، بس مش مهم. الناس بتعمل كحك العيد. والله احنا محتاجين نعمل كحك العيد فعلا. طيب المهم يا جماعه، زي ما بوريكم كده طعميه بقت شكلها عسول قوي بجد، وبقت مقرمشه جدا. دي حاطه ميك اب بقت عسول. بقت شكلها عسول جدا والله يا جماعه. بصوا، اللهم صل على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. تحفه تحفه تحفه. ولا طعميه نجفه. نجفه دي بجد يعني اكتر واحده بتعرف تعمل طعميه. بس حقيقي يعني ايه، يعني نجفه طعميتها مش زي طعميتي طبعا. نجفة دلوقتي، احنا خلينا في اللي هي احنا نجفه فيه. هتشوف الفيديو فممكن تزعل بجد، لان انا بفكر افتح عملها فلافل. جميلة. بفكر افتح محل فلافل جنبها، فهي ممكن تزعل، وارد برضو. خلاص يا جماعه، هو الفيديو خلص، مش هطول عليكم اكتر من كده. بكره احكي لكم حماتي عملت ايه لما اكلت الطعميه. يلا قدمي اعتذار لنجفة قبل ما تقفلي. مع الف سلامه يا نجفه، ما تزعليش.